السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال، تكونوا كاملين مزيانين وكاملين بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا مره اخرى في وصفه من وصفات ياسمينه. اليوم بحول الله جبت لكم واحد البقلاوه تركيه باللوز وبالكركاع، كتجي لذيذه شهوه منها وبواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو مع المقادير وطريقه التحضير. اذا فبالنسبه للبقلاوه ديالنا ديال اليوم غنحتاجوا الورقه ديال الفيلو اللي كتواجد بالميركادونا. غادي نحتاج القليل من اللوز والكركاع، واحد ربعة فهي كافيه. كنهرمشهم كنحمرهم شويش، غير كنديهم نجيبهم في المقله وكنحمرهم شويش وكنطحنهم، ما كنطحنهمش حتى كيتنيلوا، كنخليوهم شويه مهرمشين. جوج ديال لي ساشي الفاني، اما زهر، الزبده ديال الورقه باش غندهن الورقه والقرفه. اذا اول حاجه اللي غادي نبدا بها وهي ديك الحشوه هذيك اللي غادي نعمر بها الورقه. بالنسبه لهاد اللوز والكركاع كما سبقت ليا وقلت لكم كتحمروه غير شويه باش يسهل عليكم باش تطحنوه، وما كنيلوهش، كنخليوه هكذاك محبب. كنضيفوا عليه دوك جوج ديال لي ساشي د الفاني، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وجوج معالق كبارين اولا 3 ديال ماء الزهر. هنايا كنحرك دوك المكونات ديالي كاملين اللي ضفت على داك الكركاع واللوز. اللي ما متوفرينش عنده بجوج يمكن ليه يستغنى على واحد فيهم ويديرها غير باللوز اولا غير بالكركاع عفوا، يعني نتوما واللي متوفر عندكم. وكما كتشوفوا معايا فراه غير واحد الكميه قليله كنعمروا بها ديك الورقه ديالنا. هنايا غادي ناخذ واحد جوج ديال لاباي باش كيشربوا الدراري الصغار. كنلاصق وحده مع وحده غير بالبلاستيك ديال المطبخ باش تجيني هكذا بحال العويد طويل. كناخذ الورقه ديالي ديال الفيلو وكنحاول ندهنها بالزبده. كنحاول نرش جميع الاطراف ديال ديك الورقه هذيك بالزبده باش ما تهرس لياش اولا تشقق ملي نكون كنلويها. هنايا كناخذ ديك لاباي اللي غلفت وكندير واحد جوج ديال اللويات هكذا في الاول ديال الورقه. من بعد كنوضع واحد جوج معالق كبارين هكذا ديال داك الخليط او ديك الحشوه اللي صوبت، وكنكمل في الطي ديال ديك الورقه بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا فهي طريقه سهله. هنايا بعد ما لويت ديك الورقه ديالي كامله كناخذ اللاطه اللي غادي نوضع فيها البقلاوه ديالي، كنعاود ندير واحد الرشيشه هكذا بالزبده باش كترطب ليا الورقه وما كتهرش، وكنجمع الاطراف بجوج بيهم وكنحاول نجبد ديك لاباي وراها كتجبد بسهوله، وكتبقى ليا ديك الرولو او داك البودان ديال البقلاوه ديالي كيبقى بداك الشكل هذاك مكمش. بهذه الطريقه كنكمل الوريقات ديالي كاملين.
وهنايا بعد ما كملت ديك الصينيه ديالي كامله كناخذ ديك الزبده المتبقيه وكنحاول ندير واحد الرشيشه اخرى من الفوق هكذا كندهنهم باش كتجيني ديك الورقه مقرمشه. ومن بعد كناخذ واحد السكين واحد الموس اللي يكون ماضي مزيان وكنقطعهم طريفات على حسب الحجم اللي بغيت انا. كنقطعوهم قبل ما كندخلوهم الفران باش هكذا كيسهل علينا نحيدوهم ونفرقوهم ملي كيطيبوا. وهنايا غادي ندخلوهم يتحمروا لينا في الفران اللي غادي نشعلوا عليه من الفوق ومن التحت على حراره 170 180 درجه حتى كياخذوا لينا داك اللون الذهبي. ومن بعد ما جبدناهم من الفران ومباشره وهما سخانين كنحاولوا نسقيوهم بالعسيله اللي وجدنا من قبل وكنقدموهم بالصحه والراحه. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذا الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا، البقلاوه التركيه باللوز والكركاع. كتجي فيها واحد المذاق خطير ما تشبعوش منها، كتجي لذيذه بزاف من الداخل وكتجي مقرمشه لينا من برا. وكيف ما شفتوا الطريقه سهله ومبسطه اللي شفتوا معايا في الفيديو. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه، شكرا على الرسائل اللي كتبعتوا بها وعلى الدعم ديالكم للقناه. ونشوفوا فيديو جديد مع وصفه جديده من وصفات ياسمينه، ونهاركم مبروك.